السائق. شاهد الطريق كما يراه السائق. قد يبدو الحصى المتناثر فوق الطريق أمرا عاديا بالنسبة للكثير من السائقين، وقد يمر البعض فوقه دون أن يفكر كثيرا في خطورته، لكن الحقيقة أن الطريق عندما تمتلئ بالحصى، خصوصا إذا كانت الطبقة كثيفة أو كانت السرعة مرتفعة، فإن سلوك السيارة يمكن أن يتغير بشكل واضح. تماسك الإطارات مع سطح الطريق يصبح أقل استقرارا، ومسافة التوقف قد تزداد، كما يمكن للسيارة أن تنزلق عند الفرملة أو تغيير الاتجاه بشكل مفاجئ. ومن هنا تأتي حلقتنا اليوم من يوميات سائق، حيث سنعيش معا تجربة القيادة فوق طريق مليئة بالحصى، ونحاول أن نفهم لماذا يصبح هذا النوع من الطرق خطرا، وكيف يستطيع السائق التعامل معه بأمان. السياقة فوق طريق مليئة بالحصى، خطر الانزلاق الذي قد يفاجئك في لحظة. أولا، لماذا يشكل الحصى خطرا على السائق؟ عندما تكون عجلات السيارة فوق الأسفلت النظيف، فإن الإطارات تتفاعل مباشرة مع سطح الطريق، وهو ما يساعد على تحقيق قدر جيد من التماسك. لكن عندما توجد طبقة من الحصى فوق الأسفلت، فإن الإطارات لا تتعامل مع سطح ثابت بالدرجة نفسها. الحصى يمكن أن يتحرك تحت الإطار، خصوصا عندما تكون السرعة مرتفعة، أو عندما يقوم السائق بالفرملة أو تغيير الاتجاه بشكل مفاجئ. وهنا تبدأ المشكلة. قد يشعر السائق بأن السيارة أصبحت أخف في التوجيه، أو أن مقدمة السيارة لا تستجيب بنفس الطريقة المعتادة، وقد يبدأ الجزء الخلفي من السيارة في الانحراف إذا حدثت مناورة مفاجئة. وثانيا، السرعة، العامل الذي يزيد الخطر. من أكبر الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها السائق فوق طريق مليئة بالحصى هو المحافظة على السرعة نفسها التي يستخدمها فوق طريق نظيفة ومعبدة جيدا. السرعة المرتفعة تعني وقتا أقل للتعامل مع أي تغير مفاجئ، وإذا ظهرت أمامك سيارة أو منعطف أو عائق واضطررت إلى الفرملة بقوة، فإن الحصى قد يجعل السيارة تحتاج إلى مسافة أطول حتى تتوقف. لذلك عندما تلاحظ وجود كمية كبيرة من الحصى أمامك، خفف السرعة قبل الوصول إليها وليس بعد دخولها بسرعة. ثالثا، الفرملة المفاجئة قد تزيد المشكلة. تخيل أنك تسير بسرعة ثم تفاجأت بمنعطف أو سيارة أمامك. رد الفعل الطبيعي قد يكون الضغط بقوة على الفرامل، لكن على سطح مليء بالحصى، الفرملة العنيفة والمفاجئة قد تؤدي إلى فقدان جزء من التماسك. السيارات الحديثة مجهزة بأنظمة مساعدة مثل ABS وأنظمة الثبات الإلكتروني، وهي تساعد السائق كثيرا، لكنها لا تستطيع إلغاء قوانين الفيزياء. الإلكترونيات تساعدك، لكنها لا تستطيع أن تمنح الإطار تماسكا غير موجود أصلا. لذلك يبقى الحل الأساسي هو القيادة بسرعة مناسبة وترك مسافة أمان كافية. مكان رابعا، ماذا يحدث عند دخول المنعرجات؟ هنا يمكن أن يصبح الحصى أكثر خطورة. عند دخول منعطف تتغير القوة المؤثرة على السيارة، وإذا كان سطح الطريق مغطى بالحصى فقد تفقد الإطارات جزءا من تماسكها. وإذا أضاف السائق إلى ذلك سرعة زائدة أو حركة مفاجئة للمقود، فقد تبدأ السيارة في الانحراف عن مسارها. ولهذا يجب التعامل مع المنعرجات اللي تحتوي على الحصى بهدوء وبسرعة منخفضة. الأفضل أن يقوم السائق بتخفيف السرعة قبل المنعطف، ثم يدخل إليه بسرعة مناسبة، ويتجنب الحركات المفاجئة بالمقود أو دواسة الوقود. خامسا، لا تقترب كثيرا من السيارة التي أمامك. هناك خطر آخر قد لا ينتبه إليه بعض السائقين. السيارة التي تسير أمامك يمكن أن تقذف الحصى بواسطة إطاراتها، وهذا قد يؤدي إلى تطاير الحصى نحو الزجاج الأمامي. احتمال حدوث أضرار للزجاج أو هيكل السيارة. انخفاض الرؤية إذا كان الغبار كثيفا. اضطرار السائق إلى القيام برد فعل مفاجئ. لذلك عندما يكون الطريق مليئا بالحصى، زيادة مسافة الأمان تصبح أكثر أهمية. سادسا، الطريق لا يخبرك دائما بالخطر. أحيانا تكون كمية الحصى قليلة جدا لدرجة أن السائق لا ينتبه إليها إلا بعد فوات الأوان، وقد يبدو الطريق من بعيد وكأنه أسفلت عادي، لكن عند الاقتراب تظهر طبقة من الحصى. وهنا تأتي أهمية التركيز. فالسائق المحترف لا يراقب السيارة التي أمامه فقط، وإنما يقرأ الطريق باستمرار. ما الذي يوجد أمامي؟ هل هناك حصى؟ هل هناك رمال؟ هل توجد مياه؟
هل الطريق متضررة؟ هل هناك منعرج؟ وهل أحتاج إلى تخفيف السرعة الآن؟ هذه الأسئلة البسيطة يمكن أن تصنع فرقا كبيرا. ماذا عن الحصى مع المطر؟ إذا اجتمع الحصى مع الماء فإن الوضع قد يصبح أكثر تعقيدا، فالسائق قد يواجه في الوقت نفسه سطحا غير مستقر ومبللا، وقد تصبح السيطرة على السيارة أكثر صعوبة. ولهذا فإن القيادة في مثل هذه الظروف تتطلب سرعة أقل، مسافة أمان أكبر، وتركيزا أعلى. وشو عن حالة الإطارات؟ لا يمكن الحديث عن التماسك دون الحديث عن الإطارات. الإطار الجيد والمناسب والمنتفخ بالضغط الصحيح يساعد السيارة على تحقيق أفضل تماسك ممكن وفق ظروف الطريق. لكن حتى الإطارات الجيدة لها حدود. إذا كان الطريق مغطى بالحصى فلا يوجد إطار قادر على تحويل هذا السطح إلى أسفلت نظيف. لذلك يجب على السائق أن يتكيف مع حالة الطريق وليس أن يعتمد فقط على قدرات السيارة. كيف تتعامل مع طريق مليئة بالحصى؟ عندما تجد نفسك أمام طريق مليئة بالحصى حاول الالتزام بهذه القواعد. أولا، خفف السرعة تدريجيا قبل الوصول إلى المنطقة الخطرة. ثانيا، حافظوا على مسافة أمان أكبر من المعتاد. ثالثا، تجنب الفرملة القوية والمفاجئة قدر الإمكان. رابعا، تجنب الحركات المفاجئة بالمقود. خامسا، تعامل بحذر أكبر مع المنعرجات. سادسا، لا تقترب كثيرا من السيارات القادمة أو التي أمامك. سابعا، راقب الطريق باستمرار وابحث عن المناطق التي تحتوي على كمية أكبر من الحصى. ثامنا، إذا شعرت بأن السيارة بدأت تنزلق لا تدخل في حالة هلع ولا تقم بحركات عنيفة بالمقود. حافظ على هدوئك واتبع إجراءات التحكم المناسبة لسيارتك وظروف الطريق. الطريق بعيون السائق. وهنا نصل إلى الفكرة الأساسية التي نريد إيصالها من خلال هذه الحلقة. السائق لا يقود السيارة فقط بل يقرأ الطريق، فالطريق قد يكون مستقيما لكنه ليس بالضرورة آمنا، وقد يكون الأسفلت موجودا لكن وجود طبقة من الحصى فوقه يمكن أن يغير طريقة تعامل السيارة معه. ولهذا فإن القيادة الآمنة ليست مجرد معرفة كيفية تشغيل السيارة وتحريك المقود، إنها أيضا القدرة على قراءة الطريق، توقع الخطر، اختيار السرعة المناسبة، وترك هامش كاف للتعامل مع المفاجآت. وفي الأخير فالحصى الموجود فوق الطريق قد يبدو لنا شيئا بسيطا، لكنه بالنسبة للسائق يمكن أن يمثل عامل خطر حقيقي، خصوصا مع السرعة أو الفرملة المفاجئة أو المنعرجات. لذلك ما تنتظر حتى ما تشعر بأن السيارة بدأت تفقد تماسكها. خفف السرعة قبل الخطر واترك لنفسك دائما مساحة للتصرف. ومن خلف المقود تذكر دائما الطريق لا يحتاج منك أن تكون سريعا بل يحتاج منك أن تكون واعيا. كان هذا موضوعنا اليوم من يوميات سائق. إذا أعجبكم هذا النوع من المواضيع الواقعية والتوعوية شاركونا آراءكم في التعليقات. هل سبق لكم أن فقدتم تماسك السيارة بسبب الحصى أو الرمال فوق الطريق؟ وكيف تعاملتم مع الموقف؟ رحلات آمنة للجميع، ودائما القيادة بعيون السائق.